نلاقي بناتنا في الاخر بنت جايه لك حامل من مش عارفه هي حامل من مين. هو احنا عايشين في شيكاغو؟ هو احنا ليه عايشين في امريكا؟ يعني احنا لسه في مصر. لايف صدق او لا تصدق، لان انا شخصيا ما كنتش مصدقه. يعني كنت حاسه ان انا في مسلسل عربي هابط، في فيلم من افلام السبكي. كنت حاسه لا، يعني ده مش حقيقي، اكيد انا بحلم. كنت في عيادتي من كام يوم، لقيت بنوته داخله عليا ومعاها 2 ستات كده كلهم لابسين اسود وشكلهم يحزن، يعني زي ما يكون عندهم ميت. البنوته شكلها طفله صغنونه، فماشي. قعدنا. خير يا جميل، عندك كام سنه؟ عندي 14 سنه. فواحده من الستتين اللي كانوا لابسين اسود راحت جايه نغزاها وقالت لي لا يا دكتوره، دي عندها 17 سنه، هي بس متلخبطه عشان والدها لسه متوفي من شهرين. طب حبيبتي ربنا يرحمه بتاع. ايه الشكوى جميل؟ انت متجوزه الاول ولا بنت؟ قالت لي انا متجوزه. طيب متجوزه من قد ايه؟ من شهر 7 اللي فات، يعني تقريبا احنا داخلين في 3 شهور. تمام. خير يا سكر، ايه الشكوى؟ فواحده من الستات اللي واقفه معاها بتنغزها للمره الثانيه. قولي لها يا حبيبتي، هو انت مكسوفه من الدكتوره؟ هي جايه تتابع حمل يا دكتور. ماشي يا حبيبتي. طب اخر دوره جات لك امتى؟ معرفش عشان ما كانتش بتجيلي من قبل الفرح. طيب اتفضلي اطلعي على السرير نبص كده على مقاسات العيل ونشوف ايه الدنيا. طب يا حبيبتي انت ما بصيتيش على محدش دكتور تاني بص عليكي قبلي قال لك مثلا بتكملي الشهر يوم كام؟ لا والله يا دكتوره اصل احنا ما كشفناش، موت باباها ده جه فجاه واحنا ما كشفناش. ماشي. طبعا انا يعني انا مش عبيطه، انا ده مش منظر واحده متجوزه قريب، يعني مش هقول مش متجوزه خالص، مش متجوزه قريب. طيب طلعت على السرير ابص بالسونار، البيبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 2 كيلو ونص، عيل في نص الشهر الثامن. فسالتها حبيبتي هو انتم متاكدين من ميعاد الفرح؟ جايز وفاه والدك ملخبطاكي. قالت لي لا انا متاكده، متجوزه في شهر 7. طبعا انا فاهمه الفوله دي لا متجوزه ولا نيله. المهم طلعت بره الاقي بقى الست واقعه على باب العياده والناس عمالين يسندوها، وواحد من الناس اللي بيسندها بقى الست بقى واقعه على الارض مفرفره فعلا يعني. اللي بيقومها الحقونا يا جماعه ده ما فيهاش نبض، الست ماتت. طبعا انا ما وقفتش ولا بصيت في ايه وماليش دعوه. ليه ماليش دعوه بقى؟ عشان ستي الله يرحمها كانت ست محترمه، كانت تقول لي دايما يا وسام يا بنتي اوعي تبقي الخلف الخرا لاهلك. فانا ما كنتش فاهمه يعني ايه يا ستي الخلف الخرا ده. تقول لي ما هو دايما يا بنتي الخلف الخرا كده بيجيب لاهله النعله. فالمثل ده جه في دماغي ساعتها، فما تعاطفتش مع الست ببصله بصراحه، لان دي تربيه ايدك، ودي نتاج حصاد اللي انت عملتيه السنين اللي فاتت. فاحنا ده اللي بقينا عايشين فيه اكشوال. يعني انا مش عارفه احنا وصلنا لده امتى. وصلنا له بقى من اول بقى ما بدانا نقول الست مش ملزمه بقى والتربيه الايجابيه، وبنتك تروح رحلات مع اصحابها وتبات بره البيت، ما هي تربيه ايجابيه بقى. ما اعرفش اسالها انت رايحه فين وجايه منين، عيب. انت بتربي تربيه ايجابيه، دي لا مؤاخذه تربيه وسخ، دي مش تربيه ايجابيه. لما نيجي نقعد نلاقي بناتنا في الاخر بنتك جايه لك حامل من مش عارفه هي حامل من مين. هو احنا عايشين في شيكاغو؟ هو احنا ليه عايشين في امريكا؟ يعني احنا لسه في مصر. هو ايه اللي بيحصل ده؟ لا والله انا حاسه ان انا في فيلم عربي. ايه بجد اللي بيحصل ده؟ في قديم الزمان كان هناك قرية صغيرة اسمها كفر الزير، فيها بقرة، وكانت القرية تعيش على حليبها. وفي يوم من الأيام كانت البقرة تشرب من الزير ولم تستطيع إخراج رأسها من الزير، فأتى أهل القرية وحاولوا أن يخرجوا رأس البقرة من الزير للحفاظ على حياة البقرة دون أذى، والحفاظ على الزير لكي لا ينكسر، ولكن دون جدوى. فلجأوا للعمدة ليحل المشكلة لأنهم افترضوا فيه الحكمة. فجاء العمدة ونظر للبقرة والزير، وبعد تفكير عميق قال لهم اقطعوا رأس البقرة، فقطعوه. فقالوا يا عمدة ما زال رأس البقرة في الزير، ماذا نفعل؟ فقالوا اكسروا الزير، فكسروه. ثم ذهب العمدة بعيدا وجلس حزينا، فجاءه أهل القرية وقالوا له يا عمدة لا تحزن، فداك البقرة وفداك الزير. فنظر إليهم وقال لست حزينا على البقرة ولا على الزير، ولكنني حزين ماذا ستفعلون لو لم أكن معكم. فما كان من أهل القرية إلا أن دعوا له بطول العمر والبقاء.